التماثيل دي كلها تماثيل رمسيس، ودي هيئات مختلفة، منها اللي واقف ده ومقدم رجله ومؤخر رجل، خاصة مقدم رجل اليسار، ودي طبعا وقفة عسكرية في الجيش اللي هي طبعا معناها استعداد الملك للحرب في أي وقت. وتمثال هنا اللي هو اللون الجرانيت ده الوردي، وده معناها انه الملك في حالة تدين او حالة اوزوريس اله الموتى بيتشبه بيه يعني. وطبعا التمثالين الجالسين وحط ايده على ركبه كده، ده اللي هو معناها الملك استقر له الحكم في مصر، استتب ليه الوضع، يعني كده اعتلى كرسي العرش ومفيش مشاكل عنده. تمام كده. المسلتين دول زي ما قلنا في الكرنك دول بيرمزوا للآلهة. هنا بقى اختلفوا عن اي مسلات، لان وضع تحت منهم اللي هو مناظر لقرد البابون، اللي هو بيعتبره تحوت كإله قمر أو جحوتي اللي هو الإله الحكمة. فعشان كده القرد ده كان أول ما يشوف أشعة الشمس تبرق فيه، اللي هي طبعا طرف مادة الإلكتروم تبرق هنا، فيصيح ويهلل الشمس، ومعنى كده إنه هو القرد الارتباط روحي بإيه؟ بالإله راع اللي هو الشمس، الإله تحوت بإله إيه؟ راع اللي هو الشمس. غير كده القردة دي كانت ذكية جدا، وكان لها الاورادات اللي هو بايه بيطبل لها ويزمر كده ويصفر، بحيث ان هي تصدر اصوات او رقصات معينه تخلي الملوك او المشاهد لها يستريح لها نفسيا كده، ويبدا التوتر اللي عنده ايه يزال، يعني يبدا ايه يبقى كده في مود كويس يعني.